السلام عليكم، ازيكم يا احبابي؟ عاملين ايه؟ انا عهدت نفسي ان انا مش هبخل عليكم بمعلومه، واي معلومه هتيجي في وقتها ان شاء الله هتلاقوني بقولها بمنتهى الشفافيه وبمنتهى الامانه. فانا حبيت ان انا اقدم لكم كل الخبرات اللي انا بوصل لها والاخطاء اللي كنت بقع فيها زمان في البطولات. احنا النهارده هنتكلم عن البطولات. في البطولات مش عن التمرينات او عن كده او عن المهارات اللي احنا هنشرحها ان شاء الله مع بعض. فالبطولات كنا زمان بنقع في اخطاء. النهارده الحمد لله من كتر ما لعبنا بطولات وخدنا خبره بقينا بنتلافى هذه الاخطاء والمستوى الحمد لله زاد. وانا حبيت انقل لكم الخبرات دي. هنتكلم على موضوع السفر. ما ينفعش يبقى انت رايح بطوله وبطوله جامده وفيها ناس جامده جدا، بطوله رسميه. مش بتكلم على البطولات الوديه. البطولات الوديه عادي، انت على قدر المستطاع وعلى حسب شغلك وامكانياتك انت بتسافر يوميها. حاول على قد ما تقدر تروح في مواصله مريحه انت بتستريح لها. ما تروحش في مواصله تتعب لك رجلك، تفرهدك، تتعبك. لان تنس الطاوله يعني على حاجات بسيطه جدا انت ممكن تكسب او تخسر. فكنا زمان مثلا ممكن نسافر يوم البطوله، تبقى بطوله بعيده ونسافر مواصلات ميكروباصات وبتاع، ورجلينا مثلا انا طويل شويه تلاقي رجليا خابطه في الكرسي، اوصل الاقي نفسي متدغدغ وما اناش قادر العب. ده كان زمان. احنا دلوقتي مثلا بقينا نسافر قبل البطوله بيوم، او لو سافرنا يوم البطوله بنسافر مثلا في مواصله مريحه زي قطر، عربيه مخصوص مع النادي كده، بحيث ان احنا نوصل مستريحين. تاني حاجه التغذيه. كنا زمان وكنا دلوقتي عشان نركز في الكلام. كنا زمان مثلا نيجي مثلا لعبنا ماتشين، صعدنا من المجموعه. فانت عندك ماتش مثلا الساعه 5، فتيجي تاكل، انت خلاص جوعت، ان انت جاي واكل اكله تقيله، تيجي تنزل تلاقي نفسك مش قادر تتحرك. يبقى ماتش سهل جدا من حد انت ممكن تكون بتكسبه وتخسر ماتش سهل جدا وتطلع بالبطوله. ده طبعا غلط، ما ينفعش نعمل ده. دلوقتي احنا بنعمل ايه؟ ممكن تاكل الوجبه بتاعتك اللي انت المفروض هتتغدى بيها تاكلها بالنهار مكان الفطار مثلا، وقبل اللعب باربع ساعات ولا حاجه، وتيجي ما تاكلش بقى وخلاص. في اليوم بقى في وسط اليوم قبل الماتشات ثمرة فاكهه صغيره، نص موزايه مثلا، اشرب ميه كتير عشان الميه دي مفيده جدا وانت بتفقد ميه وسوائل واملاح. عصير برتقال في نسبه املاح خفيفه كده برضو تعوض الجسم من الميه والحاجات دي. اوعى تفكر ان انت هتاخد كل حاجه بدراعك، اوعى تفكر ان انت هتقدر تسيطر على الكلام ده وتقول لا مش مشكله انا ادوس في الحديد، انا اعمل ده واعمل ده. لا لا لا، مفيش الكلام ده خالص. الحاجات البسيطه دي ممكن تهربك وتخرجك بره البطوله. فكنا زمان زي ما قلنا ان احنا مثلا ممكن ناكل في النص وكنا بنخسر. فدلوقتي مثلا بقينا يا اما ناكل الوجبه الاساسيه بالنهار بدري، وفي النص بقى سناكس، حاجات خفيفه كده. ما تكترش من السكر. اي حاجه فيها سكريات هتخليك ما انتش عارف تفكر صح. يعني عملوا تجارب وابحاث على بعض الفئران، يعني اللي حطوه في مكان كده وفي فتحه معينه الفار يخرج منها. فار بياكل اكل صحي ده عرف لقى المكان ده بسرعه جدا. الفار بقى اللي كانوا عاطينه نسبه سكريات عاليه ما عرفش يوصل للمكان ده بسرعه وتاخر جدا، يعني بنسبه مثلا 5 اضعاف الوقت عن الفار الاولاني مثلا. طبعا مع التشبيه، مع فرق التشبيه، يعني انا بقول لك التجربه اتعملت مثلا على الفئران مثلا. فطبعا ده يدل ان السكر بيخليك، كتر السكر ما يخلكش تاخد القرار الصح، خاصه لما يبقى السكر مش طبيعي، لما يبقى سكريات اللي هي السم الابيض زي ما بيقول. انما السكر الجلوكوز الطبيعي ده بتدي لجسمك كده تفويقه، حتت صغيره فاكهه، شوكولاته دارك في النص كده، هتلاقي نفسك فايق وبتعرف تاخد قرارات صح. في خطأ معين انا خطأت فيه في بطوله كده كانت من قريب خالص. الجهاز الدوري بتاع عمليه الهضم، يعني انا جيت في مره قلت انا هلعب ماتش الساعه 9 الصبح. فانا مثلا متعود ان انا بتمرن بالليل، ببقى واكل قبلها مثلا بخمس ساعات الوجبه التقيله بتاعت البروتين وكده. فانا قلت ايه، طب ما انا ممكن انا هلعب 9 اكل الساعه 4 الفجر او الساعه 5 الوجبه التقيله بتاعتي. ما هو انت جسمك في الوقت ده نايم، مش متعود يهضم الاكلات التقيله دي. فبالتالي انت حتى لو جيت قبل البطوله بيوم وعملت كده من غير ما جسمك الجهاز الدوري بتاعه ياخد على الكلام ده، مش هيهضمه.
فوصلنا للساعة 9 اللي أنا أصلا بفطر مثلا 10 أو بفطر الساعة 11، لقيت نفسي تقيل، الأكل ما تهضمش زي ما هو جوه، وتهضم بعد البطولة ما خلصت. يعني بعد البطولة مثلا ما جت ميعاد الفطار والهضم بتاع الفطار، الأكل بدأ، يعني حسيت إن أنا بدأت أكون خفيف وأكون مستريح. فأنت ما تجبرش جسمك يعمل حاجة هو مش متعود عليها. انت فاهمين النقطة دي؟ النقطة دي مهمة جدا. لا انت ممكن عادي خالص ماشي يومك طبيعي، ممكن تفطر بدري شويه ساعتين ولا حاجه، ويبقى فطار خفيف لو انت عندك ماتش مثلا الساعه 9 او كده. ويا سيدي حاول بقى تدي لجسمك اكلات خفيفه كده بحيث ان انت ما تتقلش. هو ده اللي انا اقصد اقوله. انما مثلا انا تقلت جدا في اكل البروتين، فما عرفتش العب الساعه 9، بفكر نفسي ان انا هعرف هتتهضم عادي زي ما اكون متغدى عادي بدل 4 الفجر 4 العصر مثلا هلاقي نفسي كويس على بالليل، ده افتكرت هلاقي نفسي كويس على 9 الصبح. لا طبعا. فدي من الحاجات اللي انا بحاول انقلها لكم، وطبعا خطأ احنا مش هنكرروه تاني طبعا، لان طبعا انا عرفت وفهمت الكاريزما بتاعت جسمي ماشيه ازاي، فانا ما ينفعش اكرر نفس الخطأ ده، ما انا خسرت. فاهمين؟ ده بالنسبه للاكل. بالنسبه للتسخين، كنا زمان بنعمل علاقات اجتماعيه. الطاوله مثلا اللي انت بتتمرن عليها زمان كانت بطيئه جدا، مش زي طاوله البطولات. طاوله البطولات سريعه، فكنا طبعا اي حد يقول لك تعالى سخن، انزل سخن، تعالى سخن انزل. فلان يجي انت لسه بتتعرف عليه، ازيك يا كابتن عامل ايه اخبارك وحشني والله انت، تعالى سخن سخن. طب ما انت كده الطاقه بتاعت جسمك خلصت، هتلعب ايه في الماتش بقى؟ خلاص قعدت مثلا سخنت 3 ساعات. الطاولات في البطولات عندنا في الرواد كل شويه بتفضى، في بريك كتير، في ما اعرفش ايه، في 4 طاولات للتسخين، فانت تلاقي نفسك سخنت كتير جدا. هتيجي تلعب هتلاقي نفسك متفرهد مش قادر، خلاص انت خسرت بسبب حاجه زي كده. طيب دلوقتي احنا بنعمل ايه؟ احنا بنسخن. طالما انت بتتمرن وعندك احساس بالطاوله كويس، فانت من كتر الخبرات اللي فاتت والخسارات اللي انت خسرتها قبل كده من ماتشات كانت سهله مثلا بالنسبه لك، فانت بقيت تعمل ايه؟ يعني تسخن هي مره واحده ربع ساعه نص ساعه. بعد كده هتدفي نفسك كويس، لازم تدفي نفسك كويس. هتكتشف مع مرور الوقت ان انت تنزل الماتش دافي وجسمك كويس كده وماسك نفسك احسن بكتير من ان انت تنزل مسخن 300%. طب انت لو مسخن 60% او 50% حتى، او انت جاي وعندك اللعب موجود معاك حتى وانت ما سخنتش خالص، بس ممكن 5 دقايق تمشي مع الخصم كده كوره، هتلاقيك انت وانت نازل بدل ما تنزل وايدك ساعه كل شويه تفرك وما انتش عارف تقف على الطاوله وما انتش عارف تتحرك. انت فاهم؟ لا انت تنزل وتجيب في الماتشات كده وتقعد تلعب طالما المهاره عندك كويسه، تنزل دافيان احسن، هتعرف تاخد قرار احسن، هتعرف تتحرك احسن بدل ما تنزل متفرهد. ماشي؟ دي نقطه تانية. بالنسبه بقى للتوتر، كان زمان طبعا انت من قله البطولات من قله الماتشات بتنزل متوتر، فانت التوتر ده بيضيع تركيزك وبيضيع قراراتك في الماتش، فانت بقيت بتنزل خايف. النهارده انت من كتر اللعب وكتر الماتشات وكتر المهاره انت بقيت مركز وبقيت يعني بتنزل مفيش توتر مفيش رهبه من الموقف. انت لازم توصل للمرحله دي، لازم تعلم نفسك ان انت تفصل عن اللي حواليك وتركز على طاولتك، تركز على المهاره اللي انت عايز تعملها. كنا الاول بنلعب عشوائي، يلا يا سيرف هوب هوب تك تك اضرب، يلا يمين شمال اتحرك اضرب، ما عادش فيه كده. النهارده انت لازم تفهم الخصم ايه نقط القوه عنده ونقط الضعف عنده. مفيش حد كامل 100% ولا بطل العالم حتى. انت فاهم؟ لازم تفهم تديله فور، تديله قصير، تديله طويل، تديله مقروص، تديله ملفوف. لازم تفهم اللي قدامك ده بيديك انت الكره السهله ازاي عشان تضربها. انت فاهم؟ ولازم بعد ما تلعب الارسال مثلا تاخد وضع استعداد للهجوم وتهجم وتلعب. لازم كل نقطه تخطط لها صح، لازم كل نقطه تاخد لها وضع استعداد على حسب الارسال اللي انت لعبه صح او على حسب الاستقبال اللي انت لعبه. ما تديش للخصم كره سهله وهو يضرب عليك وتقول انا بخسر ليه. ماشي؟ كان معاكم الشاعر الرياضي احمد صلاح، ومساكم بينج بونج.